احنا كلنا عارفين ان الرملة دايما بتشرب المية بسرعة، يعني لو رميت شوية مية على ارض رملية بتختفي في ثواني، بل انك لو جبت عربية نقل مية كاملة ودلقتها على الرملة برضه هتشربها ومش هتسيب منها نقطة. بس اول ما تيجي تبص على البحر بقى، المفاجأة ان الرملة اللي على الشط مش بتشرب مية البحر. طيب ليه بيحصل كده؟ وازاي الرملة بتشرب المية في الصحراء لكن على الشط بتقف قدامها؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. اهلا بيكم، انا محمد عاطف. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. الرملة في حد ذاتها فعلا بتشرب المية، لأن المسام بتاعتها مفتوحة وبتخلي المية تدخل جواها وبتنتشر بسرعة. بس المشكلة هنا مش في الرملة، المشكلة هنا في مية البحر نفسها. مية البحر مش زي المية العادية اللي بنستخدمها. مية البحر بيكون فيها أملاح كتير جدا، وتحديدا كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. النسبة بتاعته عالية جدا، تقريبا 35 جرام لكل لتر. المياه المالحة بيكون لها خصائص مختلفة عن المياه العذبة. الرملة لما بتتعرض لمياه عذبة بتسحبها، لأن فرق الضغط بين جزيئات المياه وجزيئات الرملة بيخلي المياه تتنقل بسهولة. لكن لما المياه تكون مالحة بيبقى فيها تركيز عالي من الأملاح، وده بيعمل ما يسمى بالضغط الاسموزي العكسي. يعني بدل ما الرملة تشرب المية هي اللي بتقاوم الدخول. وكل ما زادت نسبة الأملاح كل ما المقاومة دي زادت، وبالتالي التربة بتفضل مشبعة على السطح والرملة تفضل مبلولة من بره بس. الرملة اللي على البحر مش رملة نقية زي بتاعة الصحراء، دي اسمها تربة شاطئية، وبتكون مضغوطة ومركبة من حبيبات متداخلة، وجواها طين وشوية معادن تانية بتسد الفراغات. يعني حتى لو المية حاولت تدخل، المسام نفسها شبه مقفولة. غير ان حركة الامواج المستمرة بتخلي السطح دايما رطب ومشبع، فمش هتشوف المنظر اللي انت متعود عليه في الصحراء، اللي هو الرملة بتبلع المية. بس هل ده معناه ان الرملة ما بتشربش خالص؟ الرملة فعليا بتمتص جزء بسيط من مية البحر، بس ده بيحصل ببطء شديد وبيقف عند اول طبقة من التربة، والسبب الملح. الملح بيترسب على سطح الحبيبات الرملية وبيكون طبقة عازلة بتمنع المية من التغلغل أكتر، وده اللي بيخلي الشط دايما رطب ومبلول، لكن من غير ما يحصل امتصاص حقيقي. طيب ايه اللي بيحصل للمية دي بعد كده؟ جزء منها بيتبخر بفعل الشمس، وده بيسيب وراه الملح اللي كان فيها، وده سبب انك احيانا بتشوف طبقة بيضاء على الرملة عند الشط، وده بيكون ملح مترسب من المية اللي اتبخرت. والجزء التاني بيرجع تاني للبحر مع حركة المد والجزر. في سبب تاني بيخلي الرملة مش بتشرب المية، وهو ان حركة الامواج المستمرة بتمنع اي فرصة للرملة انها تمتص المية. يعني حتى لو حصل امتصاص بسيط، تيجي موجة وتغرق الأرض تاني وتوقف العملية. يعني موضوع مش إن الرملة عنيدة، الموضوع إن البحر نفسه مش بيديها فرصة. الفرق ما بين رملة البحر ورملة الصحراء، رملة البحر دايما مشبعة بالرطوبة ومضغوطة وبتحتوي على نسبة أملاح عالية. أما رملة الصحراء فأنعم وأكتر تفكك ومفيهاش نسبة أملاح تقيلة، وبالتالي لما بتدلق مية على رملة الصحراء الرملة بتبلعها فورا. بس هل كل ده بيأثر على البيئة؟ التربة الساحلية بتتأثر بتركيز الأملاح، وده ممكن يمنع نمو نباتات معينة ويغير شكل الحياة في المنطقة دي. وعلشان كده بنلاقي في أماكن معينة على السواحل النباتات فيها بتكون قليلة، أو بتكون أنواع متخصصة في مقاومة الملوحة. وبكده يكون عرفنا إن الرملة فعلا بتشرب المية، بس مش كل مية ينفع تتشرب. مية البحر بتكون مختلفة وتقيلة ومالحة وبتقاوم الامتصاص، والرملة على الشط مش هي الرملة اللي في الصحراء، لكنهم بيختلفوا عن بعض في بعض الحالات الفيزيائية والكيميائية. وبكده يكون وصلنا لآخر الفيديو. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وما تنسوش تكتبولي في التعليقات حابين الحلقة الجاية تكون عن ايه.